العزيزية الدمياطي. تعالوا النهاردة هنعمل العزيزية الدمياطي أو المكرونة باللبن بطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. أنا اسمي خالته هند. ايه رأيكم؟ أنا كمان قطعتها يعني وهي ما بردتش قوي علشان بس كنت عايزة أقفل الفيديو. تعالوا نشوف بقى سر اللون الحلو ده والقوام الكريمي الجميل ده. مش ماسكة في بعضها ومش مكلكعة ومش جامدة، لا متماسكة بس في نفس الوقت كريمي وحلوة جدا هتعجبكم بسر اللون الحلو ده اللي على الوش. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. في الأول أنا هجيب كوباية من الشعرية بما يعادل مثلا نص كيس من الشعرية، يعني كيس الشعرية اللي هو 300 جرام ده هاخد نصه. هحط عليه 4 أضعافه مية لحد وأحطها على النار كده لحد ما تتهري وتستوي معايا كويس على نار هادية طبعا. بعد كده هنزل عليها بلتر ونص من الحليب الكامل الدسم. صلوا على النبي. وهحط طبعا ذرة ملح علشان تعادل الطعم. هنزل عليها كمان بكوباية من السكر، وكمان كيسين من الفانيليا او 4. انا حطيت 4 اكياس عشان بحب طعم الفانيليا فيها قوي. حطيت 4 اكياس من الفانيليا المعلبة العادية بتاعتنا دي. وحطيت كمان معلقتين كبار من جوز الهند وهقعد اقلب كده، وبعدين هسيبهم على النار هاديه لحد ما اللبن يغلي مع الشعريه، واديهم تقليبه كده يفضلوا 5 دقايق يغلوا مع بعض. خلاص في المرحله دي انا كنت بضيف الفانيليا بعد اللبن ما غلي مع الشعريه حوالي 10 دقايق. وطبعا اللبن بتضيفوه بارد علشان على بال ما يغلي يكون الشعريه اتشربته كويس قوي. والشعرية هنا أفضل من المكرونة. بعد كده بنزل عليهم بسرسوب من خليط النشا مع اللبن. النشا كوباية عليها كوباية لبن، دوبتهم مع بعض ونزلت عليهم سرسوب كده، وسبتهم كمان على النار دقيقتين 3 كده لحد ما بقوا بالمنظر ده. القوام ولا تقيل ولا خفيف. والشعرية بصوا احنا كده مش محتاجين نضربها في خلاط ولا أي حاجة. أسهل بكتير جدا من إن لما تحطوا مكرونة. بعد كده هجيب صينية مدهونة بالسمنة وهفضي فيها الخليط ده، وهسيبه حوالي ساعتين 3 على جنب كده لحد الوش بتاعه ما يجمد خالص ويبرد تماما. بعد كده بس المقطع ده اتحذف مني في المونتاج. بجيب معلقة سمنة عليها معلقة عسل نحل كبيرة، وبخلطهم مع بعض وبدهن بيها الوش. وبعدين بدخلها فرن متسخن من قبل كده تحت على الصاج من تحت. وبعدين لما الحروف تاخد لون باخدها ارفعها على احطها تحت الشواية. بتطلع من الفرن بسيبها تبرد تماما. بعدين بدخلها التلاجة. لو عايزين تسيبوها لتاني يوم كمان مفيش مشكلة، حلوة جدا وسهلة جدا. ما تنسوش اللايك. مع السلامة.